بالنسبة لي المافن سواء حلو أو حادق من أحلى وألذ وأضمن الوصفات، ما بياخدش وقت خالص، ممكن باضيف فيه مكونات كتير وبيطلع ناجح جدًا، جدًا. شوفوا الوصفة دي، امشوا على الخطوات وهتدوقوا أحلى مافن هيعجبكم جدًا، جدًا. أول حاجة هنحتاج لبيضتين وكوباية من السكر وكيس من الفانيليا ويكون طعمه قوي، وهاصور لكم نوع الفانيليا اللي أنا باستعمله هتلاقوه في التعليقات. هنخلط كويس وبعد كده كوبايتين من الزبادي. الزبادي إضافة مهمة جدًا وطعمه حلو جدًا، جدًا وبيرفع أوي من طعم الوصفة. بعد كده هننزل بربع كوباية من الزيت، هنخلط كويس وبعدين نجهز المكونات الجافة اللي هي عبارة عن كوبايتين من الدقيق ونص كوباية من الكاكاو الخام عالي الجودة. أنا بستخدم دريم وممكن كورونا، الاتنين دول طعمهم حلو جدا. وبعد كده ربع معلقة من البيكنج صودا ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. هندخل كل المكونات دي أو نعملها بالويسك بالشكل ده، وبعد كده هننزل بكوباية من قطع الشوكولاتة. أنا بحب قوي إن أنا أحطها بالشكل ده مش شوكليت شيبس، لأنها بتبقى أغنى وطعمها حلو جدا، وبنحس بطعمها جوه المافن بتبقى طعمها حلو قوي ومميزة قوي. هنخلط كل الخليط ده وننزل بيه تدريجي على المكونات السائلة على خليط البيض، وهنقلب تدريجي عشان كل دقيق يندمج وما يبقاش فيه أي تكتلات. طبعا في الوقت ده هنكون مشغلين الفرن وهنسيبه يسخن مسبقا لغاية لما نخلص المرحلة دي. كده بدأ شكل المافن أو خليط المافن شكله بدأ يظهر، وده الشكل النهائي وده القوام النهائي. طبعا بيكون أتقل بكتير من الكب كيك. هنجهز بقى صينية المافن أو صينية الكب كيك، وبعتذر عن الشكل ده، أنا يعني بنضفها كتير ومفيش فايدة. المهم ده بقى كمان اللاينر أو ورق الكب كيك اللي احنا عملناه، أو ورق المافن اللي أنا عملته لكم ونزلته لكم قبل كده. هنجيب بقى سكوب آيس كريم، ودي أسهل طريقة في إن احنا نوزع الخليط. أنا جربت حاجات كتير، دي أسهل طريقة. سكوب الآيس كريم هنوزع بيها الخليط، والمقادير دي بتعمل 11 واحدة، يعني أنا فشلت إن أنا أكملهم 12 واحدة، هي 11 واحدة. والمافن بنبقى مالينه، مش بنبقى مالينه نص أو تلات أرباع زي الكب كيك، لا بنعليه شوية علشان تشوفوا النتيجة الخطيرة اللي بتكون في الآخر. للأسف الموبايل فصل في اللحظة دي، فهوريكم النتيجة النهائية على طول. إن أنا كنت ضفت شوكليت شيبس وقطعة من الشوكولاتة تاني على الوش، ودي النتيجة، ده شكلها حلوة قوي قوي قوي. بتقعد حوالي تلت ساعة في الفرن، وما نخليش النار عالية قوي. لما بندخل الصينية بنهدي النار للوسط للمتوسط، وبنحط الصينية في الرف الأوسط، ويا ريت لو يبقى صاجة كمان من تحت علشان النار ما تبقاش شديدة. يقعد حوالي تلت ساعة وبتبقى دي النتيجة. شايفين قطع الشوكولاتة جوه المافن عاملة ازاي، وشايفين القوام الكيك عامل ازاي. حلوة جدا جدا حقيقي، كل اللي دقها عجبته قوي. ودي كمان مافن الفانيليا وبرده جواها قطع شوكولاتة خطيرة خطيرة. الوصفة دي يا جماعة مضمونة جدا، يا رب تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وبألف هنا وشفا.